تختلف مواعيد الإفطار في روسيا على امتداد مناطقها الزمنية، ولعل حالة مدينة مورمانسك الواقعة خارج الدائرة القطبية الشمالية هي الأكثر إدهاشا وتعقيدا لربما في العالم، حيث أن النهار هناك يستمر ل24 ساعة في مثل هذا الموسم. كيف يواجه مسلمو مورمانسك تحديات المناخ أثناء شهر رمضان؟ جواب هذا السؤال في تقريرنا التالي. حل شهر الخير والبركة في كل أنحاء المعمورة، لكنه في مناطق الشمال الروسي وتحديدا هنا في مدينة مورمانسك يتميز عن كل بقاع الأرض، فهي المدينة الأكبر في العالم التي تقع خارج الدائرة القطبية، ويحل فيها خلال فصل الصيف ما يعرف بالنهار القطبي، إذ أن ضوء النهار لا يفارق هذه المدينة لفترة تمتد نحو 40 يوما لا يرى فيها الناس شروق الشمس وغروبها، الأمر الذي دفع علماء الشريعة لإصدار فتوى تتيح لمسلمي هذه المناطق الصيام حسب توقيت المنطقة الأقرب إليهم جغرافيا داخل الدائرة القطبية. وعلى الرغم من ذلك فإن فترة الصيام تمتد لأكثر من 20 ساعة يوميا. الحمد لله أنه ليس هناك شمس حارقة، فذلك يساعدنا على تحمل العطش، ولكن ساعة الصيام الطويلة وبرودة الطقس وعدم تناول الطعام لفترة طويلة يؤدي إلى شعور الصائم بالبرودة، ولكن بعون الله نتخطى كل الصعوبات. المسلمون في مورمانسك ليسوا من السكان الأصليين، هم من أعراق مختلفة ومن أقاليم روسية متعددة، لكن الإسلام يجمعهم في الصيام والصلاة، وها هم صفا واحدا يجتمعون في صلاة أول جمعة من شهر رمضان المبارك. وعلى الرغم من عددهم المحدود في هذه المدينة وإمكانياتهم المحدودة أيضا، فإنهم باشروا ببناء مسجد متواضع ليكون جامعا لهم في أداء الصلاة وإحياء المناسبات الإسلامية. وبالعمل التطوعي كل واحد منهم يشارك بما لديه من إمكانيات، ويوما بعد آخر يرتفع هذا الصرح الديني ليصبح منارة إسلامية في أقصى الشمال الروسي المأهول. قدم أحد إخواننا المسلمين لنا قرضا ماليا دون فوائد لشراء هذا المبنى وتحويله إلى مسجد، وقد قمنا بتنظيم خطط يدفع فيها كل مسلم في مورمانسك مبلغا من المال شهريا لكي نسد القرض خلال 3 سنوات. إذن في هذه المدينة التي لا تعرف الليل صيفا ولا تعرف النهار شتاء، لا شيء يحول دون صيام رمضان المبارك، لا ضوء النهار ولا درجات الحرارة المتقلبة ولا ساعات الصيام الطويلة. وكأن الوقت توقف في هذه المدينة على الرغم من أن عقارب الساعة تدور وتدور. لا فرق هنا بين ساعات الليل وساعات النهار، فضوء النهار لا يغادر هذه المدينة، لكن ذلك لم يمنع المسلمين في مدينة مورمانسك من صيام شهر رمضان المبارك. كيف لا يصومونه وهو شهر الخير والبركة والعطاء؟ عمر الصالح، روسيا اليوم، مدينة مورمانسك، شمال